تعتبر رقصة الزجاير الشعبية من أهم الرقصات التي يعتمد عليها السوافة في أفراحهم وعديد مناسباتهم، إلا أنه يبدو أن هذا التراث في بلاد الألف قبة وقبة أصبح مهددا بالاندثار بفعل الحضارة والمدنية التي غزت كل شيء. المراسلة لمحمد العيد البيهي. عادات وتقاليد صوفية نجدها اليوم قد ولت إن لم نقل اندثرت من حفلات الزفاف بوادي سوف. فإلى أي مدى لا زالت تشكل رقصة الزجاير الشعبية بالمنطقة حضورا فيما يسمى بالمحفل في الأعراس؟ رقصة الزجايري هي رقصة شعبية في سيرتو معناها في واد سوف، يديروها معناها في الأعراس، تسمى بالمصطلح المحفل. رقصة الزجايري هي رقصة حربية ارتجالية كانت ترقص في زمان قديم بسبب معناها كانت الغزاة كي تجي تغزو العروش كانوا بعد ما يكملوا الغزو وينجحوا في الغزو كانوا يرقصوا رقصة الزجايري. رغم قلة التشجيع إلا أن أصواتا في سوف تتعالى لحماية هذا التراث اللامادي حفاظا على هذه الرقصة الشعبية في محفل العرس. المنطقة نظرا لمحافظتها على هذه التقاليد أنها أسست فرقة للزجايري باش تحافظوا على الرقصة الشعبية المتوارثة. معظم الناس تشوف فيها معناها خدمة زهيدة، معناها هي على كل حال صح عملوا تصوروا شيء 100,000، على كل حال هي إحياء لتقاليد. من العادات والتقاليد الصوفية ما زالت راسخة إلى حد الآن نسبيا خارج من المدينة مثلا في القرى النائية. في ظل سيطرة المدنية والحضارة على الأعراس وبسط نفوذها في حفلات الزواج، تبقى رقصة الزجايري واحدة من الرقصات المعروفة بوادي سوف صامدة في قرية المجبرة، تبحث فقط عن منقذ لهذا التراث.